ازاي تعرفي شكل عينيكي والايلاينر المناسب ليها؟ اول حاجه احنا عينينا بتتقسم لجزئين، جفن ثابت وجفن متحرك. دلوقتي خدي الفيديو دوت وقفي قدام مرايه تكون في مستوى نظرك، مش باصه لفوق ومش باصه لتحت، وهسالك شويه اسئله. لو كانت الاجابه يبقى ده شكل عينيكي، لو كانت الاجابه لا هندخل السؤال اللي بعده. اول سؤال: هل الجفن المتحرك عندك ظاهر؟ لو كانت الاجابه لا فانت عيونك اسيويه وده شكل الايلاينر المناسب ليها. لو الإجابة ظاهر فننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال التاني: لو شدنا خط بتحس ان اخر عينيكي نازلة عن الاول. لو كانت هنا الإجابة فانت عيونك ناعسة وده شكل الايلاينر المناسب ليها. لو كانت الإجابة لا ندخل في السؤال اللي بعده. السؤال التالت: هل جفن عينك المتحرك كله واضح؟ لو كانت الإجابة لأ فأنت عيونك مبطنة وده شكل الأيلاينر المناسب ليها. لو كانت الإجابة كله واضح ندخل في السؤال اللي بعده. السؤال الرابع: لو انت فاتحة عينيكي بشكل أفقي هل بيظهر لون أبيض تحت بؤبؤ العين؟ لو الإجابة هنا فأنت عيونك دائرية وده شكل الأيلاينر المناسب ليها. لو كانت الإجابة لأ فأنت عيونك لوزية وده شكل الأيلاينر المناسب ليها. في شكلين تاني بيعتمدوا على المقاسات بس انت ممكن تاخدي بالك منهم بالنظر. لو كانت المسافة عندك هنا أكبر من حجم العين فانت عيونك متباعدة وده شكل الأيلاينر المناسب ليها. اما لو المسافة عندك هنا كانت اصغر من حجم العين فانت عيونك متباعدة وده شكل الايلاينر المناسب ليها. قولولي شكل عينيك طلعت انهي واحدة، وحابين نبدأ بأنهي شكل للاي شادو؟